السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأحبابكم اليوم معايا وصفة من وصفات ماما، وصفة من وصفات حبيبة قلبي. اليوم جيتكم بقلب اللوز، وصفة سهلة كاين اللي يديروه ما ينجح لهم، اللي جرباتو ما قبل وما نجحلهاش تسيي هذه الوصفة. للصينية كيما هكا نحتاج لهذه المقادير: 3 كيسان سكر بهذا الحجم، و6 كيسان سميد خاشن، كاس لبن، كاس زيت، كاس مزهر. بسم الله نبداو. نحطو 3 كيسان سكر، 2 3 كاس زيت، كاس مزهر، كاس لبن. نبقاو نخلطو فيهم حتى يذوب لنا السكر مليح. صدقوني هذه هي الطريقة تاع ماما في قلب اللوز، وصفة ناجحة 100%. نخلطو مليح حتى يذوب السكر. بعد ما ذاب السكر نحطو 3 كيسان 6 كيسان سميد و3 كيسان سكر. اللي مالف يدير قلب اللوز وما تجحلهاش تجرب هذه الطريقة. بعد ما تشرب لي مليح جيب الصينية تاعي وندهنها بالزيت كامل في الأطراف. نفرغوا قلب اللوز، نساوي قلب اللوز تاعي ونديروه في الفرن على 200 درجة. نزينوه بكاكاو إفيلي. للشربات نستعملو 5 كيسان ماء، 2 كيسان ونص سكر، نصف حبة قرص. 1 2 3 4 5 1 2 ونص حبة قرص، نصف حبة قرص. نديروهم فوق النار ونخلوهم يغلو 20 دقيقة. بعد ما طاب بالقلب اللوز والسيلة تاعنا بردت ندفقوها فوقه. راكو تسمعوا صوت لاو يديرو. هكا راح يتشرب لكم مليح وراح يخرج لكم قلب اللوز ناجح 100%. بعد ما دفقنا العسيلة فوقه نعاودو نرجعو لداخل الفرن وخلوه يبرد. هذا هو القلب اللوز تاعنا نهار اليوم. جا طريب بزاف وبنين. صحتكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة ودعمنا باللايك.